اللهم سهل لي مطلبي ويسر لي مقصدي وارزقني بتسخير منك لهدفي واجعل خطواتي مباركة، اللهم جبرا لقلبي وروحي، اللهم راحة دائمة وأملا لا يخيب، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي زابوني تاع قناة مطبخي في بيتي، نرحب بكم من جديد كامل في هذا الفيديو جديد مع هذه الوصفة جديدة اللي راح نشارك معكم فيها هذا الطبق السهل بزاف. بما اننا في موسم التونة نغتنم الفرصة وندير معكم الشطيطة تاع سمك التونة، سهلة مهلة وتوجد بالخف. تبعوا معايا هذا الفيديو للاخير. نبداو بسم الله الرحمن الرحيم. كما العاده جبنا هنا الطرف تاع الطون تاعنا، الطرف كما تحبوا، كبير صغير، لا كونتيتي اللي راح تستعملوها بيان سور. نقطعوا هكذا، انا قطعته مرسوات هكذا، ما صغار ما كبار. تحبوا تقطعوه كبير تحبوا صغير. بعد ما نقيته بيان سور نحيت له العظم ونحيت له هذه شويه شحم هكذايا. ومن بعد هنا جبت المقله تاعي، درت فيها شويه تاع الزيت هكا ماشي بزاف، شوفوا كيفاش راه هكذايا. نحطو يسخن مليح فوق النار ونحط هادوك القطعات تاع الطون تاعي بعد ما رشيتهم بشويه تاع الملح وشويه تاع فلفل اسود، نحطهم في الزيت يتقلاو. النار راح تكون متوسطه لهنايا. كي يتحمر من الجهه التحتانيه نقلبوه نزيدوه نخلوه يتحمر بالكوتي دوزيام هكذايا. وكي يتقلى من الجهه الثانيه ياخذ لون شباب هكذا، لازم نديروه حميمر هكا شباب، نحوه نصفوه هكذا في طبسي ولا كش حاجه ونخلوه بجهه. ومن بعد هنا في نفس المقله اللي قلينا فيها هذاك الطون ونفس الزيت ما نحوش نخلوه زيت، جبت زوج حبات طوماطيش متوسطين رحيتهم مع 4 سنات تاع توم كبار ونحطهم في هذا الزيت. نزيد لهم نص مغرف كبيره هكذا تاع طماطم مصبره. وبالنسبه للتوابل بيان سور شويه تاع الملح، ما نكثروش الملح باسكو درنا في الطون كي قليناه، شويه تاع فلفل اسود، شويه كمون وشويه تاع عكري حلو. بلا ما نساو تانيك هنا راح نزيد مغرفه تاع صغيره تاع سكر باش ما تجيناش هذيك لاصوص قاصه. وعندي هنا تانيك شويه تاع الزعتره وثلث ورقات تاع الرند تانيك نزيدوهم لاصوص. وهنا في الاخير عندي شويه تاع معدنوس غسلته وقطعته هكذا رقيق، نضيفو لاصوص تاعي ونخليها تتقلى مليح حتى واحد 10 دقائق. فوالا واحد 10 دقائق باش نزيدو لها شويه تاع الماء. ومن بعد هنا في الاخر راح نزيدو لها حوالي كاس ولا كاس ونص تاع ماء يكون سخون. الماء لازم يكون سخون هكذا. نزيدو عليها النار ونخلوها تكتك في عقلها حتى نطيب لنا هاد لاصوص شويه. انا هنا راح نزيد هاد الحبه تاع الحار اختياري، اللي تحب تزيدها تزيدها، اللي تحب لا 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 لا. نخلوها حتى تغلي. وهنا بعد ما غلات هاد لاصوص طوماط تاعنا حوالي 5 دقائق، جبت هذاك الطون اللي قليناه وراح نحطو في لاصوص طوماط تاعي ونخليه يزيد يكمل طيابو حتى تعقد لنا هذيك لاصوص وتنشف الماء اللي فيها، وراح تكون جاهزه ان شاء الله معنا. الشطيطه تاع الطون تاعنا هاي اللي قدامكم راهي واجده. نزيدوا لها رشه تاع المعدنوس من الفوق او دي ترونش تاع القارص. فوالا ونقول لكم شهيتكم طيبا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.